طبعا لو انت من الناس اللي بيواجهوا اي مشكلة من المشاكل دي كلها، فالحل بسيط اكتر مما تتخيل. تمام. وفي مشاكل تانية زي الناس اللي بتطلع مبسوطة مش عارف ليه وتقول لك انا عندي ADHD. مش فاهم، الناس بتتبسط بالامراض مش عارف، واللي يقول لك انا عندي OCD. تحس المرض دلوقتي بقى حاجة الواحد، لا والمشكلة في باترن معين بين الناس دي كلها، ان هو بيقول لك المرض اللي عنده او المشكلة اللي عنده بفرحة، مش عارف يعني، هو بيمبريس المشكلة اللي عنده. تمام. بس يعني ما نتكلمش عنهم، لا وفي نفس الوقت اللي يقول لك انا عندي اكتئاب وهو بيقولها هو مبسوط. يعني بقينا عايشين في عالم غريب. المهم يعني، بغض النظر، انت لو عندك اي مشكلة من المشاكل دي، المشكلة الاولى طبعا في النص ده مشكلة السوشيال ميديا، انك عندك ادمان سوشيال ميديا. تمام. بالذات المنصتين دول، الانستجرام والتيك توك. المنصتين دول بالذات، يعني اغلب البشر دلوقتي عندهم ادمان، لان انت بتستخدمهم في اي وقت عادي، الصبح بالليل بره البيت، لو بتتفرج على ماتش بين الشوطين، اللي هو الموضوع سهل جدا لان الفيديوهات اخرها دقيقة، فمش محتاجة شغل زي ما احنا متخيلين. انما المنصات التانية زي اليوتيوب مثلا، عشان كده عمرك ما تلاقي حد بيقول انا عندي ادمان يوتيوب او بيواجه مشكلة في حياته بسبب اليوتيوب، لان اصلا استخدام اليوتيوب صعب. انك تستخدم يوتيوب دي بقت حاجة صعبة، مش اي حد يقدر يعملها دلوقتي. فانت لو بتتفرج على الفيديو ده فانت من التوب 1%. تمام. في البشر. ولو كملت كله فانت من التوب 0.0001 في الاتنشن سبان. يعني انت بتقدر تركز لفترة طويلة وغالبا هتنجح في حياتك. يعني انا دي حاجة انا اكتشفتها، اللي يقدر يكمل فيديو للاخر بالذات الفيديوهات المفيدة بيبقى عنده شغف او عنده رغبة ان هو ينجح في حياته فعلا. انما اللي بيحطها على البلاي ليست بتاعته يقول هتفرج عليها بعدين، وبعد سنتين بالصدفة يلاقيه وما يتفرجش عليه برضه، فده غالبا هيفشل. يعني لو اضطريت احط فلوس دلوقتي، مين هينجح ومين هيفشل؟ اللي هيقفل الفيديو دلوقتي هو اللي هيفشل 100%. تمام. فانا هتكلم النهارده عن المشكلات دي كلها بتاعت السوشيال ميديا، وكمان السناب شات. عندك برنامج زي السناب شات مثلا، البرنامج ده بيفشخ نفسية البشر دلوقتي بالذات العيال الصغيرة، عشان انت لو فوق ال 15 سنة ما تستخدمش السناب يعني. برنامج تافه، والعيال اللي فيه تافهة وسنبات. كل الولاد اللي في السناب سنبات. انا دي حاجة انا اكتشفتها ومستحيل اتغاضى عنها. وطبعا المشكلة التانية هي البورن، زي ما انت شايف موقعنا الحبيب. فعشان كده انا هقول لك ازاي تتخلص من المشاكل دي كلها. اول حاجة زي ما قلت السوشيال ميديا. تمام. والبرنامج ده هو تقريبا اكبر برنامج مضر، او اكتر حاجة تعتبر ملهاش اي 30 لازمة. وعلى فكرة، المشكلة ايه بجد؟ التلاتة دول انت لو بتستخدمهم كتير هتعرف ان في مشكلة. تقدر تقول انا عندي مدمن سوشيال ميديا لان بستخدم التلات برامج دي كتير. انما السناب شات، انت لو بص عمال تبعت حاجات للناس كل يوم، وعمال تعمل ستريك وبتكلم دي وبتكلم دي، والعيال والبنات اللي عندها 14 سنة وانت عندك مش عارف كام. المشكلة هنا ان انت اخرك ساعتين في اليوم، فانت اصلا مش هتلاحظ. انما البرامج دي كلها الموضوع ملحوظ، يعني انت لو بتستخدمها كتير هتلاحظ فعلا ان انت، ايوه انت مدمن، وممكن تعترف بالمشكلة لو حد قالك. انما انت لو شفت الفيديو وانت محمل السناب وما اعترفتش بكلامي، فانت عندك المشكلة. لان المشكلة بجد هي انك ما تعترفش بالمشكلة، فاهمني؟ انما لو انت معترف بالمشكلة تقول انا عندي مشكلة مع السوشيال ميديا، عندي مشكلة مع البورن وكده، فانت بني ادم على الاقل عندك هيوميليتي شويه انك تعترف بالمشكله. تمام. عكس باقي البشر. ماشي. تاني مشكله هي الافلام الاباحيه. ماشي. اول حاجه هي ببلاش، عشان انت لما تيجي تدفع بتدفع بروحك وبالحياه بتاعتك وبالعلاقات بتاعتك المستقبليه. لان البني ادم اللي بيدمن حاجات زي دي بيبقى اول حاجه غير سوي. تمام. وفي دراسه اتعملت، او مش دراسه، هو زي احصائيه. تمام. ان اللي بيتفرجوا على الحاجات دي عنده نسبة كبيرة جدا ان هو يقلب شاذ. انت متخيل نفترض 30% مثلا ان هو يبقى شاذ، لان انت عمال تتفرج على رجالة في الاكشن وانت قاعد تتفرج بعيد. ده غير ان اصلا دي حاجات دياسة وكده. فلا لو انت، بص اقول لك حاجة،
احلى حل انك تتخلص من اي ادمان انك تكرهه. لو انت بتكره الحاجة فعلا فانت سهل انك تسيبها، تمام، سهل جدا كمان. انت يعني اندستري زي البورن اندستري من الحاجات السهلة جدا ان انت تقدر تكرهها. اول حاجة، الناس اللي بيشتغلوا فيها ناس ما عندهمش كرامة ولا شرف، وناس زبالة اللي هم بيضروا البشر عشان بس يعني ده يبيعك عشان دولار حرفيا. لو انت بتموت في المستشفى ومحتاج دولار واحد بس، البشر اللي شغالين في الحاجات دي والله ما هيساعدك، قسما بالله مستحيل يديك. اصحاب الامبراطوريات زمان، من مثلا ألف سنة، 900 سنة، أيام بقى ما كان العالم متبهدل والاسكندر ماسك العالم كله مش عارف ايه، الرجالة العظيمة دي آخرهم كانوا يعني تخيل علاقاتهم النسائية كانوا مع كام واحدة، تمام؟ نفترض 50 واحدة، ماشي؟ أي عيل صغير دلوقتي على السوشيال ميديا عنده 14 سنة يقدر يشوف ال50 واحدة دول بالليل على موبايله حرفيا. اللي هو احنا يعني تخيل تأثير الموضوع ده على مخ الشخص ده. عشان كده انت بتلاقي دلوقتي بنات شكلهم حلو عادي، بنات عادية شكلهم كويس، وتلاقي صاحبك بقى المدمن يقول لك شكلها خرا، لان هو عنده بروتوتايب معين حاطه في دماغه للشكل المثالي بالنسبه له، تمام؟ فعشان كده يعني لا، احنا ضايعين. بعد ما شفت المقدمه دي كلها هتقول لي طب ازاي دول مش المشكله؟ تمام، ازاي انا بعمل الحاجات دي كلها وهي دي مش المشكله؟ دي تعتبر السيمتوم، او تعتبر النتيجه للمشكله الحقيقيه. لان المشكله الحقيقيه هي النفسيه، الصحه النفسيه بتاعتك او نفسيتك يعني، تمام؟ نفسيتك لو سليمه وانت بني ادم طبيعي وعندك اهداف بتجري وراها، وايه تاني، واللي هو بني ادم طموح، واللي هو مشغول، مستحيل تعمل الحاجات دي كلها. وانا نفسي الفترات اللي ببقى فيها مشتت ومش عارف انا بعمل ايه واللي هو ما عنديش هدف معين بجري وراه وكده، ببقى زي الفيز دي، تمام؟ ان انا فرط، تمام؟ فرط يعني زي فترة بتدخل فيها، عارف لما تبقى ماشي كويس، تمام، وفجأة تعمل حاجة غلط تقوم واقع، تمام، وتفضل تقع تقع تقع. نفترض انك ماشي على جبل، والجبل هو يعني بشرح بايدي ليه ما اعملها هنا. نفترض ان انت طالع جبل او هرم، وانت طالع وصلت هنا مثلا لانك قعدت الفترة اللي فاتت كلها ملتزم وبتمشي ورا حلمك ومش عارف ايه، وبعدين جت حاجة، عملت حاجة غلط، أكلت أكل زبالة، حملت انستجرام تاني وقعدت أتقلب على ريلز كتير، اتفرجت على بورن، أي حاجة من الحاجات دي، هتقع وتبدأ تنزل 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 تنزل. أنا بقول إيه؟ تبدأ تنزل يعني، تمام؟ وأنت بتنزل الفترة دي بتبقى اسمها رط، تمام؟ الرط دي ازاي تسيطر عليها؟ انت في البداية أول ما تقع محتاج تستوعب إن أنت أنا زياد في بداية رط دلوقتي، لازم ألحق نفسي. وخلي بالك انت لما تقع وتنزل مثلا المستوى ده وتبقى عايز تلحق نفسك انك ما تنزلش اكتر في الرط دي، لازم تستوعب ان انت ما عدتش نفس المستوى، تمام؟ لو انت مثلا في الرط دي مستواك نزل ل50، وانت كنت في البداية 80 مثلا، فانت مستواك قل في حاجات كتير، مستواك قل في التمرين، مستواك قل في التركيز، مخك ما عادش بيشتغل بنفس الطريقة. فخلينا ادي مثال عن المذاكرة مثلا، مع انها حاجة inconvenient بالنسبة لنا يعني، بس خلينا ادي مثال. لو انت بتذاكر مثلا هنا في الفترة اللي انت كنت فيها بتطلع وبتطور من نفسك 3 ساعات في اليوم، ماشي؟ وانت تحت، هل تتخيل انك تقدر تذاكر 3 ساعات في اليوم؟ اكيد لا. انت اخرك هنا تذاكر ساعة، لان انت مخك مش في العادة الطبيعية بتاعته. مثال احسن انا بديه دايما بس مش عارف الناس تفهمه ولا لا. لو انت بتعمل مديتيشن، انت اكيد لو بتتفرج عليا فانت عارف يعني ايه مديتيشن. لو انت بتعمل مديتيشن هنا في الفترة دي مثلا اللي هي فوق 10 دقايق في اليوم، وانت تحت مش هتقدر تعمل 10 دقايق في اليوم، اخرك تعمل 3. بس الموضوع ده بيجيب احباط،
الصراحة اللي هو بتحس طب انا مستواي اقل، طب انا بفشل مش عارف ايه، مع اني عامل كل حاجة صح. تيجي حاجة صغيرة زي دي تضيع لي كل حاجة. فما تخليش الاحساس ده جواك، وحاول تلحق نفسك، لان انت لو فضلت تنزل ممكن تستوعب بعد شهور. لان انا حرفيا بعدي بالفترات دي. انا فترة بتعدي عليا ببقى اطور من نفسي، وبعمل كذا وبعمل كذا وبروح اتمرن ومش عارف ايه. تيجي فترة معينة، فترة امتحانات مثلا، ولا اي حاجة ممكن تحصل يعني، تنزل من المستوى بتاعي جدا، واتضايق، اقعد اقول طب ايه اللي حصل، طب ليه كده مش عارف ايه. عشان كده ما تاخدش الفترة دي بزي رفاهية شوية، لان انا بوصل لمرحلة أنا بستوعب بعد شهور. عندي زي مش عارف تسموه ايه، شايف البتاع ده، دي حاجة اسمها هابت تراكر. هشرحها في الفيديو ده كمان. الهابت تراكر ده عندي منه واحد من 2024، شهر 11 2024 ما متعلق على الباب. لما عملته كان في الشهر اللي قبله كنت بستخدمه عادي وكده. شهر 11 2024 ده ما استخدمتوش خالص، ولسه متعلق على الباب دلوقتي، لدرجة ان انا استوعبته على مثلا نص 2025. انت متخيل الفترة دي ممكن تعمل فيك ايه؟ المهم ازاي تتعالج. بص، انا اي نصيحة بديها لحد بيقول ان هو عنده ADHD او عنده اكتئاب، تمام، او عنده OCD، اي نصيحة بديها للشخص ده، لان هو بيبقى كذاب. لان دي حاجه اسمها كوبينج ميكانيزم او كوب اللي هو بيقول حاجه عشان بس يريح نفسه. اه تمام. في حاجه غريبه جدا انا شفتها. راجل في الوطن العربي مشهور جدا بيعمل بودكاست وكده، كان جاب واحده معاه البودكاست. انا شفت بس اول 10 دقايق ولا حاجه كده، لان مش عارف انا شفته ليه اصلا. المهم قالت ان انا في المدرسه ما كنتش شاطره قوي ومش عارف ايه. لان انا اكتشفت بقى من كام شهر ان انا عندي ADHD. سبحان الله، يعني انا لو فاشل في المدرسه وما بذاكرش اقول انا عندي ADHD واريح نفسي. يا جماعه ال ADHD مش بتحسب كده. انا عارف ان في دكاتره هيطلعوا يتكلموا دلوقتي بيقولوا لا لان الدكاتره، انت لازم تفهم ان الدكتور ماشي على بروتوكول معين، الدكتور مش عايز مصلحتك. لان اي واحد بيتعالج فهو عميل اقل للدكتور. وانا واحد في كليه طب وبقول لك كده. الدكاتره مش فاهمين هما بيتكلموا في ايه. تمام. والناس هتزعل من الكلام ده، الدكاترة مش فاهمين هم بيتكلموا في ايه. لان كلهم بيدرسوا نفس المنهج، كلهم بيحفظوا الكتاب وخلاص. لان ما يعني بغض النظر، مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده. بس هو بيشتغل افيليت ماركتنج للصيدلية حرفيا. اي مشكلة من المشاكل دي هيروح يكتب لك على دواء، والدواء ده هيعمل لك مشاكل كتير. انت عارف ان الادوية الانتي ديبريسنت اللي هي المضادة للاكتئاب بتجيب ضعف جنسي؟ تمام. والله بجد مش بهزر، انت ممكن تدور على المعلومة دي بجد. بتجيب ضعف جنسي. نفس شركة الأدوية اللي بتعمل الأنتي ديبريسنتس بتروح تعمل فياجرا. فهو بيعمل لك مشكلة من المشكلة اللي مش موجودة، اللي ممكن تحل بسرعة، وفي نفس الوقت بيروح يبيع لك حل المشكلة اللي بتعملها المشكلة. انت متخيل الدنيا ماشية ازاي؟ المهم يعني بغض النظر، انت في الحالات دي لازم تبقى مهووس بهدف معين، حاجة بتشتغل عليها. وبص هقول لك حاجة، لأن احنا شخصيات إدمانية شوية. ما تطلعش من إدمان السوشيال ميديا مثلا أو إدمان البورن وتخش في ادمان تاني انك تبطل الحاجه دي. لان دي حاجه ملحوظه انك بتبقى مهووس وبلاقي ناس بتكتب day 1 day 2 day 3 مش عارف ايه. انت كده لسه مدمن، تمام. لان انت استفدت ايه لما سبت الحاجه لدرجه ان هي مسيطره على حياتك لحد دلوقتي حتى وانت مبطلها؟ فانت لسه مدمن، ماشي. عشان كده أنا مش عايزك تبقى مهووس بالادمان، عايزك تبقى مهووس بهدف، مهووس بحاجه انت عايز تعملها. اسهل حاجه الواحد ممكن يعملها دلوقتي، انت غالبا لو بتتفرج عليها فانت اكيد جسمك مش حلو. لو انت شايف نفسك عندك اكتئاب ومش مشاكل وكده، انت اكيد جسمك مش حلو او يقدر يتطور، ماشي. اسهل حاجه ممكن تعملها انك تروح الجيم وتتطور فيه وتبقى مهووس بيه، او تلعب مثلا بوكسنج. وده حرفيا انا بقول ان اي حد بيعاني من اكتئاب او اي مشاكل نفسيه لو مسك لعبه زي الملاكمه، المشاكل دي كلها تتحل يا جماعه. لان الملاكمه يا جماعه بالظبط عامله زي الفيديو جيمز.
انت لو مش مستوعب الكلام ده، الملاكمة هي فيديو جيم حرفيا. انت بتبدأ في البداية، بتخش متعرفش اي حاجة عنها، بتبدأ تكتشف، بتبدأ تتفرج على ناس بيلعبوها. تمام. ايوه ممكن تقول لي الجيم بتاع الحديد نفس الحاجة وكده، بس لا، انا بالنسبة لي مش نفس الحاجة. انت هتتفرج على ناس بتبدأ تتعلم تكنيكس معينة، بتبدأ مش عارف تعمل ايه وايه وايه. كل الحاجات دي بتأثر على نفسيتك بشكل ايجابي جدا. تمام. بشكل ايجابي، وفي نفس الوقت بتخليك بني ادم عنده هدف، عنده حاجه عايز يطورها. انت بتستنى اليوم اللي بعده عشان تروح التمرين. انت في الجيم غالبا انت كاره اليوم اللي بعده عشان في تمرين. تمام. لان اول حاجه التمرينات الجيم ممله جدا، روتينيه قوي. انما الملاكمه فيها حاجه مختلفه. وطبعا مش الملاكمه بس، في الكيك بوكس، في الماي تاي، في الجوجيتسو، في المصارعه. الحاجات دي كلها تنفع برضه. فانت لو عندك مشاكل بالظبط اعمل حاجه زي دي. لو ما عندكش فرصة انك تتمرن حاجات زي دي، امسك الجيم وخلاص، بينفع برضه. اخر حاجة واهم حاجة في الفيديو، بس قبل ما ادخل فيها، بس لازم تعرف ان في مشاكل معينة الناس بتعدي بيها، ومشاكل زي ال ADHD والديبريشن والحاجات دي. انت عشان تعرف انك متشخص ADHD والديبريشن وكده، عندك في 3 لينكات هحطهم تحت في الديسكريبشن وكده. لازم تروح تجاوب عليها. تمام. يعني انت عندك في التست بتاع الديبريشن، بيقول لك انك بتحس انك overwhelmed، واللي هو حزين في فترات، من اللي هو في اغلب الفترات يعني في اليوم بتاعك. تمام. انت هتقول له يا اما اه يا اما لا. انت في الحاله بتاعتك لو انت مكتئب ممكن تقول له اه فعلا، اجري. لما تفكر في المستقبل بتحس انك ما عندكش شغف ليه، او ما عندكش اللي هو مش متطلع ليه من الاخر. تمام. هتقول له ايوه اجري. انا هحط، انت طبعا تقدر تروح الموقع وتشوف الاسئله، بس انا هحط اي اجابات عشان بس اخلص. ماشي. انا اوريك بس في النهايه بيطلع ايه. معلش استحملني بس. زي ما انت شايف بيطلع لك سكور معين. ماشي. السكور ده هي بس المشكله للاسف، آه لازم تحط ايميلك ومش عارف ايه عشان يطلع لك السكور. بس انت خش يعني اعمل التست. والسكور ده عايزك تعمل الحاجات اللي انا بقولها في الفيديو ده، وترجع الشهر الجاي او بعد اسبوع او بعد اسبوعين تعمل التست تاني. هتلاحظ ان الموضوع اتحسن بنسبه 50% او حتى اعلى. وهيتحسن ازاي؟ اول حاجه انك تعمل تايم تيبل. تمام. تعمل جدول زمني ليومك. انا عايزك في الجدول ده تعمل يوم مثالي. لو اليوم بتاعك مثالي هتعمل ايه؟ اول حاجه مثلا الساعه 5 الصبح تصحى، ودي حاجه مهمه جدا. لو انت ما بتصحاش بدري فانت مضيع على نفسك حاجات كتير. 5 الصبح تصحى، 5 ونص تصلي مثلا. ودي حاجه اللي هو انا اعملها اللي هو بسرعه عشان افهمك الدنيا ماشيه ازاي. 6 هتنزل تتمشى، 6 ونص تشتغل. اللي هو انت ظبط يومك المثالي على حسب انت عايز ايه. الهاب تراكر نفس الحاجة بس مختلف شوية، لأن هو للهابتس بتاعتك. تمام. نفترض إن ده أول الشهر، تاني الشهر، تالت الشهر كده. مش تالت شهر، أنا اللي هو تالت يوم في الشهر، أول يوم في الشهر كده. ماشي. النهاردة سادس يوم في الشهر، شهر 7، فدي 6. طبعا اكتبهم كلهم، 7، 8، 9. اكتب كل الأرقام يعني. ماشي. عندك أول عادة معينة لازم تعملها اللي هي المديتيشن. فأنت عملتها أول يوم، حط صح. الجورنالينج انك تكتب الحاجات اللي بتمر بيها في اليوم وكده، عملتها تاني يوم اكتب صح. القراية انك تقرا كتب، عملتها تالت يوم صح برضه. تشتغل على حاجة معينة انت عايزها زي الجيم او اي حاجة انت بتعملها يعني، عملتها اول يوم ورابع يوم اعمل عليها صح. الحاجات دي كلها هدفها انك تشوف التطور بتاعك، تشوف انك بتعمل حاجة في حياتك. تمام. ودي مهمة جدا. هتقولي طب يا زياد ايه فايدة المديتيشن مثلا؟ المديتيشن فايدته ان هو بيعالجك من المشاكل اللي انت حاطط نفسك بيها بسبب السوشيال ميديا. ثانية. السوشيال ميديا خلت المخ بتاعك ما بيعرفش يركز. تمام. المديتيشن هيخليك تعرف تركز تاني. انك تفضل مغمض عينيك وتركز على نفسك لمدة 10 دقايق، ولا ابدأ ب5 دقايق ولا 3 دقايق. 3 دقايق تبقى صعبة جدا، خلي بالك. لو انت لسه بادئ في الموضوع 3 دقايق صعبة جدا. الجورنالينج انك تكتب حاجات عن يومك، او حتى في حاجة احسن انك تعمل جراتيتيود جورنالينج، او انك تكتب حاجات انت ممتن ليها.
ودي حاجة هتعالج الناس اللي عندهم depression، لأن أي حد مكتئب هو مش بيقدّر النِّعَم اللي حواليه، فأنت تقعد تكتب النِّعَم اللي عندك وتحمد ربنا عليها، إنك تبقى ممتن يعني من الآخر، تمام؟ لأن امتنانك للحاجات اللي عندك حتى لو حاجات بسيطة، حاجة زي مثلًا إن أنا عارف أتكلم دلوقتي، في ناس مش عارفة تتكلم، حاجة إن أنا قاعد ومش متوجّع، في ناس بتتوجّع على طول، تمام؟ أنا مش باتوجّع دلوقتي، فأنا ممتن إن أنا في الحالة دي، تمام؟ وحاجة زي القراية مثلًا وهي حاجة مهمة، بس أنت غالبًا في البداية لو أنت عندك ADHD وكده الموضوع هيبقى صعب عليك شوية، فحاول تقرا حاجات زي قصص، حاجات مسلية شوية عشان تتعوّد. الشغل أو الgym أو أي أنت اكتب الhabits اللي أنت عايز تعملها في اليوم، واقعد تتبعهم يعني كل يوم، تمام؟ حتى لو هتعمل meditation لمدة 10 ثواني، اعمل صح، لأن الprogress بتاعك أو الإحساس إنك بتعمل حاجة هو المهم، لأن أنت في الفترة دي أنت مخك بيرجع على حالة primal شوية، أنت مش بتبقى حاسس بنفسك. فأهم حاجة بس إن إحنا نتعالج من الحاجات دي كلها وبس كده، وده فيديو النهاردة. أشوفك في فيديو جديد، ولو عندك أي أفكار أنت عايز نعملها أو كده قول لي عليها. سلام.